يا خمارة يا ام بابين، وديتي السكاري فين؟ عاش اللي شنق ريا، عاش اللي شنق سكينة. دي كانت هتافات الستات يوم 22 ديسمبر 1921 فرحانين بتنفيذ حكم الإعدام في ريا علي همام وسكينة علي همام. معقولة نكتشف إن بعد أكتر من 100 سنة على الهتافات دي إن كل الستات دول تم تضليلهم، وإن الأختين ما قتلوش ستات ولا حاجة وكمان كانوا مناضلين؟ خليني أقول لكم أصل حكاية براءة ريا وسكينة. كلنا اتربينا على القصة المرعبة بتاعت ريا وسكينة اللي كانوا بيخطفوا الستات، وكل يوم الصبح الأمهات بتحذر بناتها إنهم يروحوا مع أي حد كده ولا كده، لحسن في عصابة جديدة شبه عصابة ريا وسكينة بتخطف البنات وتسرق منهم ذهبهم. ومسلسل الرعب ده عشنا فيه سنين طويلة، سواء من الحكايات أو من المسلسلات والأفلام الكتيرة اللي اتعملت على القصة، لغاية ما طلع علينا سيناريست مصري وقال إنه وصل للحقيقة كاملة. ريا وسكينة مش قتالين قتلة، دول مناضلات، والإنجليز قتلوهم عشان كانوا بيستدرجوهم ويقتلوهم دفاعا عن الوطن. طيب يا سيدي حلو، فين الوثائق اللي لقيتها؟ قال حاضر ثانية واحدة أجيب الوثائق وجاي، لكنه راح وقلع الدولي من 2016 لحد النهاردة. دلوقتي اللي يخلينا نشكك في رواية السيناريست ده ونصدق الرواية اللي كلنا اتربينا عليها، اللي وارد طبعا ما تكونش هي القصة الحقيقية، بس خلينا نفند الحكايتين ونشوف ايه الحكاية فيهم الأقرب للمنطق. ريا وسكينة اتولدوا في قرية صغيرة جنب أسوان، والفقر والحجة اللي كانوا عايشين فيها، خصوصا انهم طلعوا في الدنيا ملقوش الا اخوهم الحرامي، خلتهم هما كمان يسلكوا نفس الطريق لغايه لما كل الناس عرفتهم والكل اخد حذره منهم، فقالوا ما بدهاش بقى وهربوا على اسكندريه اللي حياتهم فيها ما كانتش اقل بؤس من قريتهم، فمشيوا في السكه البطال. لغايه هنا كلام نقدر نقول ان بدايتهم وشغلانتهم محدش يقدر يختلف عليها. لكن اذا ريا وسكينة كانوا مناضلات ضد الاحتلال اللي يخلي اتنين فقراء معدمين عاوزين فلوس ياكلوا ويشربوا يشتغلوا في النضال والكلام ده، في الغالب السياسه طول الوقت وبالذات في فتره وجود ريا وسكينة كانت للنبلاء، الناس اللي معاها فلوس ومرتاحه وفاضيه تفكر في السياسه. الفقراء دايما عاوزين ياكلوا الاول، وعلى راي المثل عض قلبي ولا تعض رغيفي، ده مثلا انا لسه مألفه دلوقتي. المهم، هل مثلا كان في جمعيه بتطلب منهم يعملوا ده ويدفعوا لهم فلوس؟ بالطبع لا، عشان كده نقدر نقول انهم كانوا بيخنقوا الستات فعلا عشان ياخدوا ذهبهم ويبيعوه ويوزعوا ثمنه على بعض، ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال، وطول الوقت كانوا بيعملوا ده بضمير مرتاح جدا، لان معظم الستات اللي خنقوهم كانوا من الستات اللي ماشيين معاهم في المشي البطال او هم اللي ممشيينهم، بس كبروا عليهم واشتغلوا بعيد عنهم وعملوا ذهب وفلوس، اما هم كانوا شايفين انهم احق بالذهب ده فبداوا بيهم لغايه ما قلبهم مات، وبقى عادي يجيبوا اي واحده ويخنقوها وتحت الارض يساع من الحبايب ألف. ريا وسكينة ما كانوش اتنين عاديين، دول كانوا تاريخ فاصل في حياة الجريمة في مصر على كل الأصعدة. خد عندك أول 2 ستات يتحكم عليهم بالإعدام في مصر، وأول جريمة الجرايد تهتم بيها للحد اللي يخليهم يكتشفوا إن القراء بقوا بيحبوا النوع ده من الأخبار، فبقوا ينزلوا أخبار ريا وسكينة وعليها شوية شطة من اللي تعلي نسبة التوزيع. بس خلينا متفقين إن الأصل واحد، وهو إنهم ارتكبوا الجرائم دي فعلا، حتى لو كان في شوية مغالاة من الجرايد زي انهم قطعوا الجثث او ولعوا فيهم او ذبحوهم. كل الكلام ده ما حصلش، لان التقارير والتحقيقات الموثقه قالت ان الجثث طلعت سليمه وان مفيش اي علامات للخنقه او التقطيع، وده بيرجح ان عمليه القتل تمت عن طريق كتم النفس. لكن الصحافه بتحب تحط شويه بهارات كده على الاخبار من اللي تزود التوزيع وما تضرش، ده غير ان لما الجرايد اخذت بالها ان المصريين مهتمين قوي كده بالجريمه طلع ملحقات بالجرايد ومجلات كلها بتتكلم بس عن الجريمه، وبقينا نعرف عن مجرمين تانيين ما يقلوش خطورة عن عصابة ريا وسكينة زي خط الصعيد وسفاح كرموز اللي ظهر في اسكندرية برضه. لكن لسه لغاية النهاردة محدش يقدر يحرك ريا وسكينة من على عرش أخطر مجرمين عدوا على مصر، حتى لو ظهرت محاولات تقول إنهم ما عملوش حاجة، لأن الأدلة اللي بتؤكد جرائمهم أكتر بكتير من الأدلة اللي بتنفيها. وإحنا برضه عندنا قصص تانية هتعجبك، ولو عاوز دليل خد لك لفة على باقي الفيديوهات، وما تقلقوش مش بنحط شطة من عندنا.